فرجاني ساسي لعيب ممتع، مش لنادي الزمالك وبس، لا لعيب ممتع للدوري المصري كله. واي فريق في الدوري المصري يتمنى يبقى عنده واحد فرجاني ساسي او اتنين فرجاني ساسي على الاقل في الفريق. فرجاني ساسي من اللعيبه الممتعه اللي بيعرف يمسك الكوره ويستخلصها ويعدي من واحد واثنين ويوصل المهاجمين باقصر الطرق الى المرمى. وطبعا يعني اضافه الى انه هداف وبيعرف يجيب اجوان بكل بساطه وكل سهوله. فرجاني الساسي من اللعيبه المهمه جدا في كره القدم. بس ليا تعليق بسيط على تعامل مجلس اداره نادي الزمالك في ملف تجديد فرجاني ساسي. اللي مش مشترك في القناه اتفضل اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. انا ليا رأي في موضوع تجديد فرجاني الساسي ان كره القدم لعبه جماعيه، مش لعبه فرديه ان انا ارضي لاعب واحقق له كل مطالبه على حساب باقي الفريق. لازم اهتم بمطالب باقي الفريق بجانب مطالب فرجاني ساسي، لان وحده فريق كره القدم وخصوصا الانديه الجماهيريه لازم يبقى فيه استقرار في التعاملات الماديه بين جميع اللاعبين. اللعيب اللي بياخد خمسة واللعيب اللي بياخد ستة واللعيب اللي بياخد 10 وخصوصا بعد الطفرة اللي احنا شفناها وارتفاع عقود اللاعبين. وطبعا عارفين مين اللي كان السبب في الموضوع ده، واصبح اللعيبة اللي في مصر بتاخد مبالغ اكتر ما كانت ممكن تتعرض عليها خارج مصر. فاصبح اللعيب طبعا بيقول لك كل واحد عايز يروح يلعب لنادي معين بعينه. وفي وقت من الاوقات هتلاقي الانديه الجماهيريه دي خلاص ما بقاش في انديه جماهيريه وما بقاش في نادي قادر يوفي عقود اللاعبين. على مجلس اداره نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك ان هم ياخدوا الموضوع بعقلانيه اكتر من كده شويه، وبلاش العاطفه الزياده عن اللزوم لتجديد للاعب على حساب باقي الفريق. لازم اشوف الفريق ككل واللعيبه كلها محتاجه ايه. وحتى مش لازم ارضي طلبات فرجاني الساسي كلها ومش لازم ارضي طلبات كل اللعيبه، بس على الاقل اعمل توازن بين باقي اللاعبين ومطالب فرجاني الساسي. شكرا والى اللقاء.